بالله العظيم يا جماعه اني تعبت من ترندات التيك توك التافهه. برنامج التيك توك من اتفه البرامج اللي ممكن تشوفها بحياتك. ولك صحيح انا عليه بيفرق محتوى لمحتوى بيفرق، لانه يا جماعه حاليا على برنامج التيك توك في ترند جديد اسمه سألت الشيخ وقال حلال. الوشم حلال، صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. خلع الحجاب حلال تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. الخمر حلال. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. شو هذا؟ بهذا الفيديو يا جماعه رح نعرف من امه للشيخ اللي حكى كل هذا ونلزم. خلينا نبدا يا جماعه ويلا معنا. زي ما انتم عارفين يا جماعه برنامج التيك توك كل اشي متخلف في العالم بصب فيه، تخلف على غباء على استهبال. المهم يا جماعه فاخر الترندات اللي طلعت بيحكي سألت الشيخ وقال حلال. هذا الترند يا جماعه كان موجود من زمان، اغنيه فعلا يا جماعه اسمها سألت الشيخ وقال حلال على اليوتيوب قبل 4 أو 5 شهور نزلت، ولكن في وحده من التيك توك عندها 8.5 مليون اسمها لما الشريف نزلت تيك توك على هذه الاغنيه. خلينا نشوفه. ما صارت للعين تصير. صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. ايش الوشم حلال وليه؟ ايش في لما صوتك بقرف؟ قلنا مش مشكله. خزقت طبلة الاذن تاعتنا؟ قلنا مش مشكله. قعدت تستهبل بكلمات الاغاني؟ قلنا مش مشكله. قعدت تخبصي إلنا؟ قلنا مش مشكله. اما انك تجيبي شيخ وتقولي انه حلال لا، هيك كتير. هيك انا بحب احكي لك كل فعلشان هيك يا جماعه بعد ما طلعت هذه المشهور على التيك توك فصار الكل صلاة النبي هي ولك هذا ترند هتعمله بسرعه اعمل. صارت للعين تصير. صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. وقف ايش؟ ولكم محجب هذا ولا انا شايف غلط؟ محجبه وبترسم وشم؟ لا وقفي. كيف؟ طب ما احنا عارفين انه الوشم حرام من اولها لاخرها، عارفين انه حرام. لو بحثت على جوجل وكتبت هل الوشم حرام كل البحث مكتوب لك حرام. فانا نفسي اعرف كيف عرفت انه حلال؟ سألت الشيخ هذا تبع الاونلاين وقال لك حلال؟ لا وترسم. طب احترم الحجاب اللي انت لابساه. طب انا نفسي اعرف انت ايش بترسم الوجه؟ فهميني. ادعية ولا ايات قرآنية؟ السلام عليكم معلم. تفضل يا ابني. اذنك ممكن ترسم لي هيك اسد هان؟ سامحني انا ما برسم وشم الا ادعية قرآنية ودعاء. ما صارت للعين تصير. صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. وقفي. خلع الحجاب حلال؟ ولك من وقت ايش؟ ولك اي الشيخ اللي سأله انت؟ ولك انت هيك بلشتوا تتعدوا على الدين يا جماعه. احنا هيك ستوب شويه، انا لا شيخ ولا بحب افتي، وانتم عارفين يا جماعه قصص الشيوخ هذه ماليش فيها، بس انك تيجي تتعدى على الدين هذا اشي غلط. بدك تتحجب بدكش تتحجب هذا اشي بينك وبين ربك، بس انك تطلعي فتوى وتحكي انه خلع الحجاب حلال، ليش؟ يا مهون خلع الحجاب عن الفتاوى اللي بتخبصوها قاعدين. حلو هذه خلع الحجاب حلال وليش فيه؟ ما صارت للعين تصير. صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. وقف. لا هيك خبصناها كثير، بلاش نستهبل. كيف؟ ولا كيف؟ شو اللي حلال؟ ولكم جيبوا لي امه للشيخ بدي اتعرف عليه، انا نفسي اتعرف عليه، لو سمحتوا جيبوا لي اياه. ما صارت للعين تصير. صارت للعين تصير. سألت الشيخ وقال حلال مراجع. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا يا ابني. ممكن افتي فتوى صغيرة؟ تفضل. احد اشيل لي حجاب؟ يا صفحة 65. حلال. يس شكرا كثير، انا اكيد حبها يا شيخ. اهلا وسهلا يا ابني. والله بدي افتي فتوى صغيرة يا حاج. تفضل. بينفع اخذ اختها لمرتي واتزوجها؟ ثواني شوي بس. حلال. اسعد دينك يا حاج. السلام عليكم عم الشيخ. اهلا وسهلا يا ابني تفضل. بينفع احب 3 مع بعض؟ حلال طبعا حلال. ولك يسعد دينك. كيف حالك يا حاج؟ اهلا يا ابني. حاج بدي اياك تفتي لي فتوى صغيرة. تفضل. بينفع خطك في هذه؟ مش موجودة في الكتاب. حلال.
هاي اللعنة. صارت للعين بصيلة وصارت للعين بصيلة. سألت الشيخ وقال حليل مراجعة. ايش؟ كيف لابسه نظارات شمسية وانت متحجبة؟ عادي. هاد بدها فتوى؟ لا انت اكيد متلخبطة في الترند. غيري يا مغيري، انا متأكد. شو اللي لابسه نظارة شمسية؟ ما هو حلال معروف. دخل علم النظارة الشمسية في الحجاب، فهموني. شكلك انا متأكد مليون في المية غلطانة في العنوان. شوف لك ترند تاني. وصلنا يا جماعة انه نخبص بالدين ونستهزئ بالدين. ما حدش يجي ويتفلسف ويحكي لي والله العظيم احنا بنضحك وبنمزح. هذا الاشي فيش فيه لا مزح ولا ضحك يا جماعة. هذا الاشي اسمه تفاهة، هذا اسمه قلة دين. شو اللي قصة سألت الشيخ وقال حلال؟ مشكلة يا جماعة انه معظمنا بيحكي على الترند شغلات احنا متأكدين انها حرام. يعني الوشم احنا عارفين انه حرام، الخمر عارفين انها حرام. لا سألت الشيخ وقال حلال، روح اشرب اسكر. مش هيك يا عمي، والله انه احنا فاهمين الدنيا غلط. وراح اجيب لكم هلقة الشيخ يثبت كلامي يا جماعه. تعال ولا تعال احكي لك كلمتين ولا اقسم بالله بشمتك كف بلوحك. خليكم مع الشيخ اسمعوا منيح. طيب حاضر. السلام عليكم يا اخوتي، انا الشيخ المعتصم بالله الذي حلل جميع الاشياء على برنامج التيك توك. إنني أعتذر ومن منصبي هذا وأقول لكم كل شيء قلتموه حرام. الوشم حرام، والزنا حرام، والشرب حرام، وكل شيء حرام. فإنني أتأسف وأقول لكم أنا آسف، والله العظيم كل شيء حرام، بس خذوه عني. شل أملي يا جماعة، له أكثر من 3 بضرب فيها، ماليش دخلني. هذه أغنية يا جماعة. سألت الشيخ وقال حلال، ايش أعمل؟ كل شيء حرام. أنا يا جماعة متخرج أونلاين، كله كنت أدرسه على كلاس روم، كل إشي كنت أدرسه على كلاس روم، أنا إيش أعمل؟ وأنا كنت في الإخطار كله حلال، كان يطلع لي صح، ليش دخلني؟ علشان هيك يا جماعة سامحوني، أنا فعلا أنا شيخ أونلاين وبعتذر منكم يا جماعة. لا تسألوني ولا أسألكم، سألت الشيخ وقال حرام. قولي يا جماعة في كتير شغلات إحنا بنجهلها. أتمنى يا جماعة تكون الفكرة وصلت لكم. يا جماعة الخير في كتير شغلات إحنا بنعملها وما بنعرف شو بنعمل، أو بنعمل عن قناعة وعارفين وبنخبص ومش فارقة عنا. في كتير شغلات يا جماعة غلط. برنامج التيك توك هذا في كتير عليه أطفال صغار، لما يشوفوا هيك شغلات مش راح يقلدوكم؟ مش لما يكبروا يصيروا يقولوا والله انا شفت على التيك توك حلال؟ كثير شغلات غلط يا جماعه الا الدين. انا والله لا شيخ ولا بحب قصص الشيوخ ولا بحب افتي بشغله، بحبش افتي بشغله بعرفهاش. بس لما يجيك شخص يستهزئ بدينك ويتعدى على الدين تبعك غصبا عنك بدك توقف وتحكي الكلام هذا، لانه غلط يا جماعه. انا اللي بحكي معكم انا مش شيخ، بس الاشي غلط. شغلات احنا عارفين انها حرام، تيجي تقولي سألت الشيخ وقال حلال، ليش؟ بأي صلاة؟ مين أنت؟ ولكن للأسف هان فيش عقل، هان في بصل والله العظيم. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. بس قبل ما نخلص الفيديو يا جماعة بتمنى منكم كل واحد اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك. خلينا هيك نوصل 20,000 بدري عشان أنا زهقت يا جماعة. وصل 20,000 وين هيك؟ كلهم 300 400 500 متابع بس. تحياتي لكم فيديو جديد، السلام عليكم.